مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم. نشرة أخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. دعوى لحراسة محمية منقودة. أنشطة العملية التعليمية في مديرية عرزة تحقق نتائج مرضية. الإريتريون في إسرائيل يتبرعون لإسر الشهداء والمعاقين. اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في بيروت قبل التصويت على الثقة بالحكومة. أمريكا تتهم 4 عسكريين صينيين بالتسلل الإلكتروني. العاصفة السيارة تسبب بوقوع ضحايا في أوروبا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا سكان ضاحية الشكات بمديرية دباروا للقيام بحراسة ومراقبة محمية منقودة الوطنية لضمان خلوها من النفايات والتلوث. وأشار السكان إلى أن المحمية الواقعة على خط أسمر دباروا مندفرة التي تشهد مرور كثيف للسيارات يقوم بعض الأشخاص عبر غير المسؤولين برمي النفايات فيها. وقال مدير ضاحية الشكاتية السيد محاري دباس أن السكان وعمال المؤسسات الحكومية قاموا من خلال النفير بجمع أكثر من 40 كنتالا من النفايات المرمية أسفل الجسور، داعيا الاهتمام إلى جانب حماية الموارد الطبيعية لمنع التلوث. وذكر مدير مديرية دباروا سيد فروانجيل طهلا هيمانوت أن رمي النفايات في جنح الظلام يتسبب في تلوث والتأثير في صحة المجتمع لانجرافها بالسيول في موسم الخريف إلى مصادر المياه، داعيا السكان لمواصلة أجدة النفير. حققت الأنشطة والجهود الجارية لتعزيز العملية التعليمية في مديرية عرزة نتائج جيدة، حيث تحسنت نسبة التغيب والمقاطعة التعليمية، وارتقت نسبة المشاركة والمنافسة النسوية. وفي التقييم الذي جرى في 6 من فبراير، أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ تسفهيوت ولد قرقيس بأن نسبة النجاح في النصف الأول لهذا العام بلغت 87% من 20,000 طالب وطالبة، وارتفعت النسبة مقارنة مع العام الماضي ب8%. كما أشار إلى افتتاح مدرستين ابتدائيتين ومتوسطة ورياض أطفال بالتعاون مع المواطنين لحل إشكالية بعد المناطق، وظلت تقدم تلك المدارس خدمات جيدة. من جهته قال مسؤول وحدة التعليم الأساسي في فرع التعليم بالأقليم الجنوبي الأستاذ تولدي أبراهام إن التعليم الإضافي المقدم لطلاب الصفين 8 و11 ومساهمة الإدارات والمواطنين الجارية لتحسين معيشة المعلمين ظلت تسهم كثيرا في إنجاح العملية التعليمية. وأشار المدير التنفيذي لإدارة مديرية عرزة السيد منقس زمكيل إلى وقوف إدارته والمواطنين إلى جانب مكتب التعليم بالمديرية لزيادة الاستفادة من التعليم من جهة، ومن جهة أخرى الجهود الجارية للبحث عن المواطنين الذين لم تتاح لهم فرص التعليم. ونشد المشاركون بدورهم لحل جوانب القصور السائدة في رياض الأطفال، واتخاذ خطوات للتقليل من مشكلة الطلاب المترحلين مسافات طويلة. ويوجد في مديرية عرزة 21,381 طالب وطالبة من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. قدمت الجالية الإريترية في إسرائيل مبلغ 167,644 دولار أمريكي لأسر الشهداء ومعاقي الحرب، منها 77,644 دولار لدعم أسر الشهداء، و34,560 دولار لإعادة أسر الشهداء، ومبلغ 54,960 لمعاقي الحرب. وقيمت الجالية في الاجتماع الذي عقدته في 8 من فبراير أنشطتها لعام 2019 ووضعت برامج عمل عام 2020. وأكد الإريتريون على استعدادهم للمساهمة لإعادة أسر الشهداء والمعاقين، وقدموا التهاني للشعب والحكومة بمناسبة الذكرى 30 لعملية فنقل. وشدد القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سلمون كنفي في الاجتماع على أهمية تقوية التأطير والتنظيم في مرحلة السلام والتنمية الراهنة كما كان الحال في مرحلة التصدي.
نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة دورة تدريبية ل50 امرأة عاملة في إطار البرنامج الذي وضعته للارتقاء بقدرات المرأة في كافة المجالات. وتركزت الدورة التدريبية التي نظمت في الفترة من 5 وحتى 7 فبراير على وضع وتقييم البرامج. في غضون ذلك نظم الاتحاد ندوة من 4 وحتى 9 فبراير لترسيخ الفهم المشترك لدى الشباب في الوعي السياسي والفكر الوطني والتاريخ والقيم الوطنية. شارك في الندوة التي تضمنت انتصار الحكومة والوطن والوطنية وأعمدة الميثاق الوطني ومضمون السياسة أكثر من 100 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية من جميع مديريات الإقليم. كما عقد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة ومسؤول مكتب التعليم في الإقليم ومسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم سيمينارات للشباب لتقوية الجبهة والخلفية التاريخية للمرأة والهوية وأهمية التعليم وتأثيره. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه باتجاه محتجين في بيروت مع عقد البرلمان جلسة للتصويت على الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ خطوات مؤلمة لمعالجة الأزمة المالية التي أفقدت العملة سدس قيمتها، كما دفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع. واحتشد مئات المحتجين في وسط بيروت لمحاولة منع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان. وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى المنطقة. ورشق محتجون الرجال والنساء غطوا وجوههم بالأوشعة قوات الأمن المنتشرة في العديد من المواقع بوسط بيروت بالحجارة بينما غطتهم سحب الغاز المسيل للدموع. قال وزير العدل الأمريكي ويليام بار إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات ل4 عسكريين صينيين في واقعة اختراق بيانات شركة أكيوفاكس للتقارير الانتمائية الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي. وأضاف بار أن ذلك كان أحد أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ، في إشارة إلى واقعة السرقة التي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017. وقال وزير العدل إن لائحة الاتهام تشمل 4 أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني. ضربت العاصفة سيارة شمال غرب أوروبا ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، فيما أصيب آخرون بجروح. وألغيت مئات الرحلات الجوية وعلقت حركة القطارات بين فرنسا وبريطانيا وكذلك ألمانيا. وتسببت العاصفة بأضرار وفيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي. ففي فرنسا حيث الشمال معرض بشكل خاص للعاصفة أعلنت حالة إنذار برتقالي في 42 من المحافظات الفرنسية 96. وطلب من السكان تجنب المناطق الحرجة والسواحل والرحلات البحرية. أما في بريطانيا البلد الأكثر تضررا من هذه العاصفة، تشهد حركة النقل اضطرابات تتمثل بإلغاء أو تأجيل رحلات للطائرات والقطارات والعبارات بعد ما جلبت العاصفة سيارة أمطارا غزيرة ورياحا عاتية تتجاوز سرعتها 130 كم في الساعة. وفي أيرلندا حيث أعلن الإنذار البرتقالي مع خطر فيضانات في المناطق الساحلية، حرم 10,000 منزل وشركة ومزرعة من التيار الكهربائي. في حين في بلجيكا ألغيت نحو 60 رحلة جوية من وإلى العاصفة بروكسل، حيث اقتلعت أشجار وتضررت مبان وسقطت صقالات من دون التسبب بوقوع ضحايا. وفي أمستردام ألغيت حوالي 240 رحلة من وإلى مطار
تصدر قارب على شكل جرز الماء العملاق موكبا أبحر في المهرجان البحري السنوي في مدينة البندقية الإيطالية، حيث احتشد الآلاف على ضفاف القوات التابعة لمتابعة الاستعراض. وتغيب عن استعراض السنة نحو 100 قارب احتجاجا. وكانت نوادي التجديف في البندقية قد منعت من الإبحار في القناة الكبرى في 19 من يناير الفائت، بعدما احتجت على الأضرار التي تسبب بها حركة الموج. ولكن على الرغم من هذا التغيب، استمتع الجمهور بكل أشكال قوارب التجديف التقليدية وهي تعبر القناة الكبرى. يذكر أخيرا أن مهرجان البندقية سنوي ويدوم أسابيع، تحديدا إلى حين حلول موعد الصوم الكاثوليكي الكبير. هذا العام بدأ الكرنفال في 10 من فبراير ويستمر حتى 25 من مارس المقبل. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.